السلام عليكم. تعالوا نعمل بقى الرز المبهر المصري على أصوله. عاملاه معاكم بالرز المصري وبيبقى أطعم كمان من البسمتي، وهقول لكم على التوابل بتاعته اللي احنا كمصريين يعني نقبلها في الأكل، وهتطلع معاك شوية رز مفلفلين وطعمهم يجنن، تنافسي بيهم المحلات والمطاعم. سريعا بقى كده، حلة على النار، حط فيها 3 معالق كبار من زيت الذرة. هو بيفضل ان هو يتعمل بزيت وزبدة. دي حتة سمنة صغيرة كده بلدي. قلبيها بقى كده، واول ما يعني تفك معاكي تروحي بقى ايه نازلة عليها ببصلاية صغيرة مبشورة كده. اول حاجة معانا في الوصفة بصلاية مبشورة، بشر ناعم جدا. وهروح نازلة عليها بنص جزراية مبشورة برضو. الحاجتين دول يعني اساسيتين في الوصفة، مينفعش تستبدلي حاجة فيهم، تديها تست قوي. وما تخافيش البصل مش بيبان. اول ما بس يتشوحوا بسيط كده وريحتهم تبتدي تطلع من غير ما يلون يا جماعة، اروح بقى نازلة عليهم بالتوابل بتاعتنا. معلقة كبيرة من البابريكا، ونص معلقة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة من الكركم والكاري مع بعض يعني، ومعلقة ملح ومعلقة كزبرة ورشة قرفة. المفروض بديل رشة القرفة هنا هو عود من القرفة الخشب، لكن انا بصراحة مش متوافر عندي، فانا استخدمت ربع معلقة قرفة. حطي بقى التوابل دي كلها كده على بعضها وشوحيها. تشويح التوابل هو اللي بيخلي الرز ياخد نكهة قوية ويبقى جميل. هنزل انا في الاواخر كده بقى بوحدتين من ورق اللورة، يطلعوا ريحة معايا، وكمان فصين من الحبهان. انا حطيت الحبهان اخر حاجة علشان خاطر بيبقى ريحته قوية جدا. المعلقة اللي انا حطيتها معاكم دي معلقة من بودرة مرقة الدجاج يا جماعة، خضروات. هنزل بقى بالرز واكون غسلاه قبلها يعني ب10 دقايق كده، وما تخافيش مش هيتكسر منك. لان احنا بعد ما بنغسل الرز بنضيف عليه معلقة زيت ونقلبه بيه، فالمادة الدهنية بتكون عازل، ما بتخليهوش يتكسر ولا حاجة. ياريت تعملي التركة دي في اي رز انت بتعمليه، هتدعيلي عليها. قلبي بقى كل الجمال ده كله مع بعضيه، شوحي الرز، حمري بقى الرز في التوابل دي. هو ده اللي بيفرق رز عن رز. في ناس بتروح حاطة التوابل وتروح مزودة المية وتروح حاطة الرز. انا بصراحة بحس ان هو مسلوق اكتر من ان هو يكون مبهر والرزاية مفلفلة وشاربة التطعيمة كده بتاع التوابل من جوه. وياريت لو وصلت لحد هنا معايا متنسيش اللايك عشان يرفع الفيديو لو سمحتوا يا جماعة، وما تنسوش الاشتراك اذا حبيتي طبعا. انا هنا شوحته، بعد ما تشوح يجي 10 دقايق كده على البوتاجاز ونشف وشرب التوابل بتاعته، وهضيف عليه بقى مية سخنة. المية السخنة عشان خاطر البنات اللي يعني مبتدئات او الشباب اللي ممكن يطبخ لوحده. انا هنا عامله تعليمه كده، عارفين المعلقه اللي انا كنت بقلب بيها دي؟ انا معلمه قد عقلتين صباع، وعاملاها بالسكينه كده خط علامه، بحط ايدي عنها واحطها فوق الرز يا بنات، فوق الرز وتشوفي. لو الميه وصلت لحدها يبقى تمام كده، التشريبه بتاعتك مظبوط عشان ما يعجنش معاكي. اللي انا حطيته قدامكم ده بقى قرن فلفل، بيدي تيست عالي جدا، ما تخافيش ما بيتطلعش فيه. سبته طبعا اول 10 دقايق كده تسوية الرز العادي، وبعد كده وطيته وحطيته على اصغر عين. شايفين؟ يجنن وجميل. ما تنسيش يا بنات تحوشوا الحبهان وورق اللورة عشان ما يجيش كده بقى وزوجك بياكل ويعني مش هيبقى تمام خالص في الطعم. شايفين شكله يجنن ازاي؟ ده بقى بيتعمل جنب جميع المشويات، وبرضو جميع المقليات زي البروستو انا عملته بقى جنب البانيه. والبانيه ده يا جماعة انا عاملاه ومنزلاه في القناة اقتصادي جدا من غير لا بيض ولا لبن. وكمان هتعمليه في الكيس. هسيب, هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. بألف هنا وشوفة على قلوبكم، واشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم.